تحكي لنا شوية عن نفسك. والله أنا بدأت الغنى من وأنا عندي 4 سنين في الأوبرا مع المايسترو سليم سحاب، وتوالت دخولي يعني لعدة فرق. بعد كده دخلت مسابقة صوت الحياة اللي كانت لجنة تحكيمها حلمي بكر وسميرة سعيد وهاني شاكر، وقدمت حوالي 14 أو 15 سنجل لحد دلوقتي، ودايما بعمل حفلات في مهرجانات كبيرة وحفلات عامة على طول. آخر أغنية ليا كانت أنا صعيدية باللهجة الصعيدي، بتتذاع على قناة صدى البلد، ولسه منزلة قبل عيد الحب بيومين كفر بعنوان وحشني. جميل جدا، يعني ده آخر حاجة أنت عملتيها. طيب ممكن توصف لنا شعورك أنت وعلى مسرح النيل النهاردة في مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته 67؟ طبعا شعور وإحساس جميل جدا. ختامي النهارده للمهرجان برعاية الأب بطرس دانيال، وأنا بشكره جدا لاختياري النهارده في الختام، ويا رب تكونوا اتبسطتوا. بس عاوز اسمع رسالتك للبنات او الشباب الهواة اللي بيحبوا الطرب والغنى بس لسه مش لاقيين فرصة. هو الطريق صعب يعني، بس لازم كل واحد يسعى ويجتهد ويحاول، لان مش كل حاجه بتيجي سهله، وفي الاخر يعني الحاجه الحلوه هتحصل بتوفيق ربنا، بقربكم منه صدقه وفي الصلاه وفي كل حاجه، وكمان ببر اهاليكم. بس دي نصيحتي لكل الناس. ميرسي قوي ليك على الاضافة والحوار الجميل ده. ميرسي. ميرسي.